السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوف مش ضعف ولا الحزن علامة نقص في الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه خاف أول مرة نزل عليه الوحي وجري على أحب الناس إليه، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وقال: زملوني زملوني، فهونت عليه وذكرته ساعتها بمحاسنه واحتوت خوفه وتعبه وقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني ذكرته بكل محاسنه. الخوف فطرة، شعور إنساني مش عيب. ربنا خلقنا بنحس مش ندفن مشاعرنا، بس المهم ما نسيبش الخوف يشلنا ولا يبعدنا عن ربنا وعن طريقنا. وربنا قال سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من ربنا طمأنينة، لكن الخوف من الناس أو من المجهول بيهز القلوب ويزلزلها. الرفق بالنفس يعني تطمنها وقت خوفها، مش توبخها ولا تكتمها ولا تجلدها ولا تجرحها لأنها حست بخوف أو حزن. قول لنفسك وقتها: أنا إنسان وده أمر طبيعي وربنا معايا وجنبي. هو سبحانه وتعالى قالها في القرآن الكريم وقت الهجرة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. وبلاش توبخ إنسان لجأ ليك وقت خوفه، ولا تقول له استرجل أو كلام يوجع. اعمل زي ما عملت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ذكرته بمحاسنه، فذكروا بمحاسنه وامدحوا واشكروا وهون عليه، بلاش تكسره. وابعت الكلام ده لكل الناس عشان نبتدي نكبر بخاطر بعض ونهون على بعض ونكون سبب في إن ننقذ بعض ونعين نفسنا وغيرنا على شطنا وعلى نفسنا الأمارة بالسوء، ونهون على بعض ونكون مصدر طمأنينة وجبر خواطر. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.